نعم، هو المهرجان اسمه مهرجان مليء بالحيوية والحركة والإنتاج والتسويق. أول إشي أنا الله بالخير أهلنا العراقيين. أخي الأسدي، إحنا في الأردن نفتخر أن شجرة الزيتون هاي اللي بتغذي العالم كله منشأها أردن. شجرة الزيتون تم اكتشافها وتهجينها في منطقة وادي رم في الأردن قبل 5000 سنة. والآن شجرة الزيتون جزء رئيسي من غذاء المنطقة، من غذاء حوض البحر الأبيض المتوسط والعراق والمنطقة كلها، العرب تقريبا، وأوروبا، غرب أوروبا أو شرق أوروبا وشرق المتوسط. إحنا الحمد لله هذا المهرجان مهرجان ثقة. أنا كنت وزير زراعة، أنا باجي بستنى هذا المهرجان مشان أشتري مونة بتسموها بالعراق، مونة السنة. بشتري زيتي من هون، غير الهدايا اللي بتيجي من الأصدقاء هم وهمتهم عاد. أنا بشتري لأنه بنفع الصون. بتشتري من هون زيت مكفول مضمون مفحوص مؤكد على درجة عالية من الجودة. درجة الحموضة فيه واضحة من المطلوب حسب الذوق والمذاق. إذن احنا بنحكي على مهرجان سنوي كما تشهد إقبال واسع جدا. يعني بالأيام الأولى الافتتاح بالكاد تلاقي فرصة تقدر تدخل. والآن يعني كان في مرافق لهذا المهرجان نشاطات فنية وثقافية تم أوقفها معالي وزير الزراعة بحكم إنه في مأساة في غزة وفي لبنان وفي غيرها. فالحمد لله إحنا هذا مهرجان ثقة ومهرجان فرصة للمنتجين الصغار، الأسر الصغيرة، السيدات اللي بيشتغلوا في بيوتهم بيعملوا زيتون وبيعملوا مخللات وبيعملوا مربيات وبيعملوا مقطنات. فرصة لهم حتى يسوقوا إنتاجهم ويعني يحصلوا على مردود بسيط. حتى بحييك صديقي العزيز وبحيي النهار وبحيي شعبنا العراقي العزيز الغالي، وإلى اللقاء إن شاء الله. أنا هدى الخوالدي بشكركم على حضوركم وعلى يعني مشاركتكم إلنا بهالمهرجان واهتمامكم. عن جد كل الشكر والاحترام لكم. أنا طبعا الإقبال بصراحة الحمد لله نوعا ما كويس، بس أكثر إشي عندي أنا الإقبال على خل التفاح لأنه طبيعي علاجي، فزبائني اللي بيعرفوني ودايما باخذوا مني هم اللي بيجوني على هالمهرجان بيتصلوا فيي، يعني مهتمين في الموضوع. عندي برضو ماء الورد الطبيعي بعمله تقطير برضو عليه إقبال. دبس الرمان عليه إقبال الحمد لله. في عندنا منتج اللي هو دبس الخروب، فالناس يعني بتفاجئوا بحكوا دبس خروب، فلما بحكي لهم بشرح لهم بحكي لهم دبس الخروب طبعا للحمة ولا يعلى عليه، للمشاوي، هذا للمشاوي برضو للصدر يعني بخلطوه بطحينة وبيأكلوه الصبح. فيعني المنتجات كلها الحمد لله، في عندي كل المنتجات الحمد لله. صابون زيت الزيتون، عندي معطرات، عندي أول سنة تشاركين؟ لا أنا صار لي 8 سنين بشارك في المهرجان، يعني من المؤسسين أنا. ما شاء الله، بالتوفيق إن شاء الله. الله يسعدك وكل الشكر والاحترام لكم، وبرضه بنشكر القائمين على المهرجان. حقيقة أول شيء جزيل الشكر على المتابعة من قبلكم لهذه المهرجانات التي لها أثر على المجتمعات الريفية وعلى الأسرة الأردنية.
نتحدث أن وزارة الزراعة الأردنية تعمل على سلسلة من المهرجانات على مدار العام تحاكي فيها المحاصيل الزراعية حسب موعدها، وعلى هامش كل مهرجان يكون هناك مشاركة من كافة الأسر المنتجة في المحافظات والأطراف. اليوم في هذا المهرجان لدينا 900 مشارك، لدينا 50 جمعية، لدينا 70 منشأة، يستهدف ما يزيد عن 3000 مستفيد بشكل مباشر وما يزيد عن 4000 بشكل غير مباشر من خلال هذا المهرجان. الحمد لله لدينا حضور وتواجد كبير في أرض المهرجان، وذلك بسبب أن كل ما يدخل إلى المهرجان هو موثوق، كان من خلال مختبرات فحص زيت الزيتون لكل نقطة زيت تدخل إلى المهرجان، وأيضا المواد المعروضة هي كلها تخضع إلى رقابة ومتابعة من خلال الغذاء والدواء. هذا المهرجان أهميته تكمن في التنوع وتبادل الخبرات، وأيضا كل دينار ينفق في هذا المهرجان هو ينعكس على أسرة في القرى، في البوادي، في المخيمات، في الأطراف. وأيضا هو جزء حقيقي من بناء الصناعات الغذائية المنزلية، وركيزة في مسألة تنظيم ملف الأمن الغذائي الوطني الذي يشمل أن يكون هناك حالة من الصناعات الغذائية لوفرة الإنتاج، وأيضا توجيه الإنتاج باتجاه البيع المباشر وأثره. حقيقة نتطلع دائما أنه يكون هذا المهرجان له أثر، خاصة أنه هذه الدورة دورة اليوبيل 24. نتطلع إلى توسع أكثر. العام الماضي سجلنا 2,800,000 مبيعات دينار أردني، نتطلع هذا العام إن شاء الله إلى ما يزيد عن 3.5 مليون دينار إن شاء الله بهذا الموسم. هل هناك خطة أو تفكير للمستقبل أن ينقل المهرجان في دول عربية أخرى؟ نعم، هلا لدينا مسارين نعمل عليها كوزارة الزراعة. المسار الأول أنجزنا خلال هذا العام المعرض الدائم للمنتجات الريفية على الدوار السابع بقيمة 12 مليون دينار، ليكون معرضا دائما بشكل دائم على مدار العام للأسر الريفية والجمعيات، وأيضا معرض دائم آخر في محافظة إربد ليكون على مدار العام. إضافة إلى ذلك هناك دراسة الآن تعمل عليها وزارة الزراعة على أن يكون هذا المهرجان دولي في الأعوام القادمة إن شاء الله. يعني وين مفكرين مثلا أي دولة؟ بشكل يعني ننظر إلى يعني مساحة قيد الدراسة أن يكون ضمن الإقليم في المرحلة الأولى، وأن ننطلق مستقبلا إلى يعني خارج الإقليم بإذن الله. نتمنى لكم التوفيق. كل الاحترام والتقدير، شكرا لمشاركتكم سيد. كيف حالك؟ والله يسعدني ان ازوركم. الله يسلمك. اليوم احنا في مهرجان الزيتون الوطني. كيف شايف الاجواء؟ شلون؟ بجنن، اول مره بدخل هيك شيء بجنن. شو رايك بالتنظيم والله ما شاء الله، الله يبارك فيكم كلكم. الله يبارك لكم. شو اشتريتي زيتون؟ اشتريتي زيت؟ هاي طعموني، هاي بهيني باكل.
طبعا طبيعة شغلي اللي هي المخللات المنزلية 100%. وطبعا عندي قاعدة في شغلي انه ما دام الزبون عم بعطيني حقي اعطيه حقه بالجودة والمنتج. وانا بشكر وزارة الزراعة لإتاحة الفرصة لجميع المشاركين والأسر المنتجة انهم يشاركوا في مهرجان الزيتون، وكل الشكر للقائمين على إدارة هذا المزار. بداية احنا مجرد قدوم زيت الزيتون إلى أرض المهرجان، قبل دخوله إلى أرض المهرجان يتم الآتي: يتم حصر كمية الزيت الواردة سواء كانت من صاحب معصرة أو مزارع منتج لزيت الزيتون، هذه المادة الغذائية الهامة. يتم حصر هذه المادة وأخذ عينات عشوائية من مجموع الكمية التي يتم إدخالها إلى أرض المهرجان. طبعا يتم بالآتي: مجرد ما أخذنا هذه العينات العشوائية يتم أولا فحص العبوات من ناحية التأكد من ناحية مطابقتها للوزن. يعني مثلا عندنا تنكة الزيتون التي تحتوي على 16 كيلوغرام يجب أن يكون وزنها قائم على الميزان 17 كيلوغرام، بالإضافة إلى مطابقة الأوزان الأخرى حسب بطاقة البيان الموضوعة على العبوة. بعد ذلك مجرد ما أخذنا هاي العينة العشوائية يتم أخذ هذا الزيت وإدخاله على فحص يسمى فحص الغش. هذا يتم أول شيء بالفحص هذا يتم التأكد من خلو زيت الزيتون قبل إدخاله لأرض المهرجان من ناحية خلوه من الغش. إذا نجحت العينة في فحص الغش يتم إجراء الفحوصات الأخرى عليها. الفحص الآخر اللي بعد فحص الغش اللي هو فحص درجة الحموضة. يتم تصنيف هذا الزيت بناء على درجة الحموضة مبدئيا إلى زيت زيتون بكر ممتاز أو بكر أو عادي. التصنيفات الأخرى التي منبثقة عن المواصفة الدولية للمجلس الدولي للزيتون والمتوائمة مع المواصفة الأردنية لزيت الزيتون. إذا كانت ضمن الحدود المعيارية والشروط المطابقة من ناحية فحص الحموضة يتم إدخالها إلى فحص التقييم الحسي الذي يتم عن طريق خبراء حسيين لتقييم زيت الزيتون من ناحية الطعم والرائحة. طبعا اللون ليس مقياس لجودة زيت الزيتون، فإحنا ما بنعتمده كمقياس كجودة، فقط نعتمد على الرائحة والطعم. إذا كان في عيوب في الزيت مثلا الطعم العفني، الطعم الترابي، إذا كان في طعم الأكسدة، هذا ببين عن طريق التذوق. مجرد ما نجحت بهاي الفحوصات الثلاث يتم تصنيفها مرة أخرى. أيضا يتم ذكر درجة الحموضة اللي هو يتم تصنيفه زيت زيتون بكر ممتاز بدون أي عيوب ودرجة الحموضة أقل من 8%. التصنيف الآخر وهو الثاني اللي هو زيت الزيتون البكر ويكون تصنيفه ما بين 8% إلى 2% درجة حموضة. التصنيف الآخر يكون ما بين 2% إلى 3% إذا زاد التصنيف عن 3% يتم إخراجه من أرض المهرجان ولا يتم إعطائه اللاصق الموجود على العبوات. إحنا بالتعاون مع شركة قطاع خاص اسمها شركة إنيكيوب يتم وضع جميع المعلومات اللازمة للمستهلك على اللاصق الموجود على كل عبوة في أرض المهرجان ويتم قراءته إلكترونيا عن طريق الماسح الضوئي للتليفون أو للهاتف اللي هو إحنا بنحكي له QR كود. الQR كود هذا بيعطيك ميزة إنك تعرف وتتتبع إلكترونيا مصدر عينة الزيت أو كمية الزيت اللي واردة إلى أرض المهرجان. يتم كالتالي إنه بيتم ذكر إنه هذا الزيت مضمون من الغش تحت إدارة المهرجان وزارة الزراعة وأذرعها الثلاث. أيضا كذلك اسم صاحب المعصرة، من أين قدوم الزيت، من أين مصدره وأين تم إنتاجه، وزن العبوة، درجة التصنيف زيت زيتون بكر ممتاز، ودرجة الحموضة بتكون موجودة كمان. وكمان إذا في عندك تقييم على أدائنا كخدمة أو إذا أنت بدك تشكر مثلا إدارة المهرجان موجود كمان تقييم، أو إذا في عندك اقتراح لتطوير العمل في المهرجان للسنوات القادمة إن شاء الله. ما شاء الله يعني المعرض بشكل عام كتير حلو وكتير يعني شيق وبيجذب الناس لشغلات كتيرة وأي إشي يعني واحد محتاجه بحس إنه راح يلاقيه هون. كلياتها أشغال يدوية من الستات من النساء المثابرات يعني اللي بيعملوا الأشياء بإيديهم، خاصة شغلات الخل والدبس الرمان والزيتون، يعني عندهم نشاط الحمد لله وبيجهزوا حالهم لهذا اليوم بالذات لهذا المهرجان بالذات وما شاء الله عليهم يعني. وفي إقبال كتير من الناس العامة عادة يعني. أنت اشتريتي شيء؟ اشتريت زيت وأنا شغلات كتير يعني. شو اشتريتي معه؟ اشتريت زيت واشتريت زيتون الحمد لله، وفي دبس الرمان، في أشياء كتير بتجذبك إنك تشتريها غصب عنك قد ما هي يعني بتحس إنها صحية، إنه بإيدين النساء العاملات يعني اللي بيحطوا كل مجهودهم فيها.
والله التنظيم رائع، والإشي الحلو إنه بتشوف خيارات كثيرة من الزيت. أنت عارف الزيت زيتون خاصة الموسم إذا ما كان على قدر المستوى ما بتقدر تشتريه، فهذا المعرض بيتيح لنا إنه خلينا نقدر نذوق ونشوف الزيت الأفضل وتاخذ خيارك الصحيح، وهذا إشي يعني جدا مهم، كان من زمان لازم يصير مهرجان للزيت الأردني. وأنا كثير جدا سعيد والعيلة السعيدة كلها موجودة معنا ومبسوطين الحمد لله. اليوم احنا نتجول بالمعرض. المعرض ما شاء الله معرض رائع، معرض كل قطاعاتنا، كل معرض جميل جدا. كل القطاعات الزراعية، في من الزيتون، في من الزيت، في يشمل كل القطاعات، الحرف اليدوية وكل شيء ما يخص البيت لأي مواطن. اشتريتي شيء اليوم؟ نعم اشترينا. شو اشتريتي؟ اشترينا في مأكولات، اشترينا اللي هي معجنات بالزعتر، اشترينا طبعا أكلنا وأخذنا لأولادنا لأنه احنا من الصبح. ما شاء الله بالتوفيق. انت شو تقولين؟ احنا مستمتعين جدا في مهرجان الزيتون، وبنشكر وزارة الزراعة لأنها هي القائمة على مهرجان الزيتون، وأعطوا معنوية لكل المشاركين فيه. شو اشتريتي انت؟ اشتريتي زيت؟ أنا اشتريت معجنات وهيني أخذتها معي على البيت لأولادي. زيت زيتون؟ لا، زيت زيتون اشتريته من برا. خلص نصيب، كل واحد بوكل نصيبه. أول مرة بشارك بالمهرجان، بس للأمان إن شاء الله السنوات القادمة يعني راح أعمل جهدي إني أشارك، لأنه الوضع كتير ممتاز، تنظيم جدا رائع وأكثر من رائع. بشكر عن جد كل اللجنة المنظمة لهالمهرجان، والله يجزيهم خير ويعطيهم عافية على قد ما تعبوا. وبشكر وزارة الزراعة والقائمين على هذا المهرجان، والأستاذ المهندس عبد الله القضاء، الله يعطيه العافية وربنا يجزيه خير. يعني ما قصر مع الناس كلهم، باستمرار بيلف بين الطاولات وبيتفقد الأوضاع. وللأمانة يعني نظافة المهرجان برضه يعني متابعين من 10 الصبح لوقت ما نروح 10 بالليل، نظافة مستمرة، متابعين مع الإخوان المشاركين. وللأمانة يعني أكثر من رائع، وما شاء الله الإقبال، ما شاء الله ما شاء الله. أنا ما توقعت هيك الإقبال، يعني بتحس الأردن كلها بتيجي لهون. تذوق مخللاتي، شغل حماتي، كله نباتي وغلاوة بناتي، والله يرزق جاراتي، بعديها شموا مقدوساتي، توصل لمرحلة التعاطي من مخللاتي مش شيء ثاني.